مصر مهد الحضارة، منبع الثقافات المتعددة. منذ أن أشرقت شمس المعرفة على أرضها من فجر التاريخ وإلى الآن، تسجل جامعاتها العريقة أسماءها بأحرف من نور، لأنها منابع العلم والعطاء المتجدد ومنارات الحياة. منارات يتعاقب على الدراسة والتدريس فيها أسماء لامعة في مختلف العلوم والفنون والآداب، ليتواصل عطاؤها فتقدم للعالم الآلاف من خريجيها في كل مجالات الحياة، يصنعون النجاح وينيرون الدنيا. لوحة فنية ووطنية مشرقة زينها طلاب جامعات مصر بإبداعاتهم في مختلف النواحي. جامعتنا أحلى بينا، بلدنا أحلى بينا، ومحافظتنا أحلى بينا. ومع نسمات أول صباح في العام الدراسي الجديد، تستقبل الجامعات طلابها بإطلالة جديدة رائعة لتصافح وجوههم المفعمة بالأمل. مساحات خضراء شاسعة، طرق ممهدة، بوابات إلكترونية، بطاقات ذكية وأنظمة أمنية متطورة، وسائل نقل متعددة، مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، مدرجات وقاعات تدريس عالية المستوى، مكتبات مركزية عملاقة، آلاف من نفائس الكتب والمراجع العلمية، أحدث أنظمة الدراسة والبحث. من أول المدخل الرئيسي وأنت داخل الجامعة لحد باب الكلية بتحس براحة نفسية شديدة يعني، فبتحس أنت منتمي فعلا للمكان، ولا أنت عايز تيجي كل يوم هنا يعني. استقبل الطلاب كل ذلك بسعادة انعكس أثرها إيجابياً على رفع معنوياتهم وترسيخ روح الانتماء لجامعاتهم. أنا فخورة جداً بجامعتي. ولأن المدن الجامعية هي من أهم قطاعات الرعاية للطلاب، فقد كان لها نصيب كبير من أعمال التطوير. حاسين بتغيير كبير جدا حصل في المدينة السنة دي، وفرحانين جدا بيه لأن المدينة بقى فيها ألوان جديدة يعني بتشجعنا على مذاكرة وكده. وعلى الصعيد العلمي والأكاديمي، عملت الجامعات المصرية على نشر الثقافة الأكاديمية والتطوير المستمر لتحسين الأداء في التعليم الجامعي وتنمية المهارات العملية والبحثية. ومن هذه العلوم النانو تكنولوجي وتطبيقاته المفيدة للبشرية في كافة المجالات، العلاج بالخلايا الجذعية وتطبيقاتها في علاج الأمراض المختلفة، مركز الرصد الفضائي ويعد الثاني في الشرق الأوسط ويضم خبراء عالميين في علوم الفضاء، الطب والتشريح باستخدام أجهزة ثلاثية الأبعاد عالية الوضوح بالغة الدقة لتيسير عملية الشرح للطلاب، المصانع التعليمية المصغرة. فاحنا مثلا هنا في كليه صيدله عندنا مصنع تعليمي. المصنع التعليمي ده بيصنع ادويه ما بين تابلتس واوينتمنت ودروبس وسيربس. الحاجات دي كلها طبعا بتاهلني كطالب في كليه صيدله ان انا بعد ما اتخرج اقدر انافس في سوق العمل ويبقى عندي المشروع الخاص بيا. مزارع تعليميه مختلفه الانواع، عندنا مصنع، عندي مزرعه، وكلهم موجودين في اماكن في منتهى النظافه، في منتهى الجمال. وإيماناً من المؤسسة التعليمية بأهمية النشاط الطلابي ودوره الفعال في نشر الثقافة والقيم الأخلاقية، قدمت الجامعات كل الدعم لاكتشاف المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب جسدياً وعقلياً وروحياً، عن طريق إنشاء مدن أولمبية متكاملة، ملاعب لمختلف الرياضات، حمامات سباحة أولمبية، صالات مغطاة على معايير عالمية، الملعب مفتوح إذا كان الملعب الكبير أو الملعب الصغير، أدوات موجودة، الكرة موجودة، أدوات التدريب موجودة، مسابقات علمية وإبداعية في مختلف أنواع العلوم، مسارح مجهزة لممارسة الأنشطة الفنية والغنائية بأنواعها، عروض ونشاطات عالمية من مختلف ثقافات العالم. ولأن التعاون الدولي أحد أهم المعايير الحضارية والمعرفية التي يقاس بها تطور المجتمعات،
ويشكل الوجدان العلمي والثقافي لأبنائها، حرصت الجامعات المصرية كل الحرص على التعاون مع كبريات الجامعات العالمية. إن كلية مصرية صينية لتكنولوجيا تطبيقية تنقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر، وخطت خطوات واسعة لتعزيز تلك العلاقات في النواحي التعليمية وتبادل الطلاب. أنا من اليابان. أنا من فرنسا. أنا من الدنمارك. أنا بحب الجامعة هنا، بحب مصر وبحب الإسكندرية. أكيد. مما ساهم بشكل كبير في جذب الطلاب الأجانب الوافدين وحرصهم على تلقي الدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية. I like Mansoura Manchester program because it is a cheaper price and a better program. I like studying here in Egypt very much. نظام مانشستر يميز أقل في السعر وأقوى. I love being in Egypt. The educational system here in Egypt is very good and that is why we came to study. I love studying in Egypt. مش حاسس نفسي إني أنا اتغربت عن سوريا. مصر هي أم الدنيا ومصر هي بلدي الثاني يعني. وبخطوات حثيثة تعمل الجامعات المصرية على مواكبة التطور السريع في أسواق العمل محلياً وعالمياً. لذا عملت على تهيئة طلابها أكاديمياً وعملياً وثقافياً بطرق مبتكرة تربط بين التعليم والاقتصاد القومي. ونظمت الجامعات برامج المحاكاة لمختلف المؤسسات. محاكاة البورصة وفرت علينا خبرة كتير جدا، بحيث ان احنا بعد ما نتخرج ونخلص كلية نقدر نشتغل. كل اللي احنا نفذناه في العملي هنقدر ننفذه بعد كده وفاهمينه وعارفينه. ومنها جلسات محاكاة مجلس الأمن في نموذج الأمم المتحدة بين الطلاب المصريين والأجانب من جنسيات متعددة. To say that the bloodshed in Syria is a shame to humanity would be an understatement. كما أعدت الجامعات برامج متطورة للمساعدة على التوظيف والتدريب، بالإضافة إلى برامج أخرى لدعم وتنفيذ المشاريع الصغيرة. عرفت من واحدة صاحبتي فولنتيرنج في سنتر اسمه UCCD. السنتر ده فكرته ان هو بيقدم كذا سيرفيس تخدم الاندر جرادز والبوست جرادز ان هم يعرفوا ايه افضل بوزيشن او افضل كارير بالنسبة لهم. تدرك مصر تماماً أن البحث العلمي هو السبيل لتحقيق نهضة البلاد، لذا عملت الجامعات المصرية على توفير الدعم بمختلف أنواعه لطلاب البحث العلمي، إيماناً بأهميته البالغة في الاستكشاف والتطوير، وليكون المنهج العلمي أسلوب حياة. طبعا احنا سجلنا اكتشاف كبير جدا في الوسط العلمي، وكان هو اكتشاف ديناصور لأكل للعشب، وده كانت أول مرة في تاريخ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقوم فريق من الوطن العربي باكتشاف ديناصور. إنشاء الجامعات في المدن الجديدة إنجاز حقق نقلة تنموية هائلة تنسجم ورؤية القيادة في دفع عجلة التطور والعمران وتحويل المدن الجديدة إلى مدن واعدة تزهو في آفاقها ورود التنمية. تتعدد الأدوار المجتمعية للجامعات المصرية، ويظل دور المستشفيات الجامعية هو الأبرز والأهم، حيث تنهض بدورها في رعاية المرضى وتخفيف العبء عن كاهل البسطاء بما تقدمه من خدمات متميزة على كافة الأصعدة الصحية والتعليمية. الوحدة الجديدة حلوة خالص بصراحة، وارتحنا ونظيفة وجميلة وجهاز حلو خالص. بنقسم بالمجان، أنا نفقت الدوري. وتؤكد الجامعات على رسالتها ودورها في تلبية احتياجات طلابها من ذوي القدرات الخاصة ودمجهم بشكل واضح وفعال مع معظم الطلاب في كل المجالات، فهم طاقة واعدة وبذرة أمل كبيرة في النهوض بوطنهم نحو آفاق قد يراها البعض مستحيلة. أنا زيك، أنا شريكك في الوطن وفي كل شيء، أنا اللي بيخطي بخطاك طول الطريق، أنا اللي بيشوف الحياة بنور عينيك، أنا اللي إيده تملي مشبوكة بإيديك، أنا قريبك أو أخوك أو حد من أهلك، أنا زيك. هكذا تواصل جامعات مصر ريادتها في بناء الإنسان وترسيخ العمران، وستظل جسوراً
تتصل البلاد بمنابع العلم الحديث ومنارات تعد للوطن وللعالم الكوادر اللازمة للنهضة في كافة المجالات، ورمزاً لمرحلة جديدة في تاريخ مصر. ولتبقى جامعات مصر دائماً منارات الحياة.